بهجة بقدر ونهي بهجة دانشيشيانا يرسل إيمي كودباتل أصاب يار رابرابو دان سراج يار نومة جينا بنتوي يا أنا كو خاصة سروك أبو جقال بدور خينان جدلي قال دار خينان نكام ببكرانا ايكو امتحان دي كيكو امتحان بنهيرو لابدكم بمن وقوتنا ماشي دنيف خلقيا دا دنيف دنيا دا بيقو داري كرن كشكي فكروا فلسفة سروك أبو جبروي علي سروك أبو تحملنا كرن إيزي نانا كبصدام فيربنا كفاقلانا وقبز وقريان ببي خواخينن خدا دخازن ببن وكيشا كبخازن شرجيكن او كسانا جسروك تحمل نكرن جبر تحمل سروك انسان آزاد شكرن سروك انسان كخدي الخطر كتي شكرن سروك او انسان انا كظلمه قبل ناكن شكرن او انسان انا كبخازن بكرامته خو بشرفه خو بسر عرض خو جيان بكن بإرادة فبأبرجيان بكن دنيف براتيدا بأبرجيان بكن ويا الحساب هزي هجمون نهض كسك يجبا فكران وجبا بيرو بواريان وجبا فلسفة حزنا كرن جبر هيمي وانا تلقاندم ايكو هيمي وان لقاندي جي فكرة سروكا باوري سروكا فلسفة سروكا كوباك لانا كشكي الشيار كرن كو هيرو جام دبينن عربن كردن سريانن بأبرح قديم يدر كذبنا ويزر كفتنا كمزنا لهما دست بيك ما هين تمام نكره دجمنا قلانجي حطنا هين كومبرا تمام نكرنا هين حطنا هاد ماشينا بفكر الفلسفة سروك أبو ما كانوا أو إرهاب التاريخ هناك خاصة لسرما فرش بكن ايكم ما بتنبكن ايدين داعش وافبند داعش تنبون شوا وإرهاب التاريخ إرهاب شبرشي أو مشكلندن ذا كان من ديسبوتي أنا كنت خازن حتى نها قلام بندس بكن ذا واد ديسبوتانش بشكينا سيو كماري أنا كنت 7 سالي السرما مشاندي وحطاني بإيرواتي الظلمكم مشاندي او شاشة ديروكي اما سر راس بكن ام شاگرد سروک آبونا فاقلا شاگرد سروک آبوه ده بایا شیر بکن ده بایا راستین چه بکن تشتیانا کیرو نسری با ملتان کری ایش 7 سالی فرده ده بی حساب نامینه بی حساب نامینه والشورشة ذي حسابي ببرشة ووضعوا خطة عمل مدروسة لتنفيذ المؤامرة وتوزع الأدوار مجموعة دول أوروبا مع الدولة التركية خططوا للنيل من حرية القائد وضغطوا على الحكومة السورية لتسليم القائد عبد الله أوجلان أو القيام بحرب على الشعب السوري فجعل القائد من نفسه قربانا لشعوب المنطقة وقرر الخروج من سوريا ليس ضعفا منه بل ليجنب الشعب ويلات الدمار والحرب في وسط بحر مرمرة خوفا من مبادئه من أفكاره من فلسفته ومبادئه التي تنادي بالشرق الأوسط الديمقراطي لأنه يرفض الهيمنة الرأسمالية على الشعوب يرفض الرجعية لذلك تآمرت عليه دول العالم إنه ينادي بحرية الشعوب بكل مكوناتها طوائفها مذاهبها معتقداتها مبادئه التي تنادي بحرية المرأة فكريا لأنها قادرة على بناء مجتمع ديمقراطي حر وقادرة على قود حرب الشعب الثورية حتى تحقيق النصر لذلك سمى ثورته بثورة المرأة نحن نقتدي بالشهيدة بريتان ناجيهان ساكنة زينب صاروخان إنهن مثال للنضال الثوري نضال لحرية المرأة وبعد 24 عاما لم يستطيعوا القضاء على مبادئه وفلسفته ففرضوا عليه التجريد المطلق ومنذ 2 سنين وهو يخضع للتجريد والعزلة التامة
ومكان، والمؤامرة مستمرة على شعوب الشرق الأوسط بهذه الضربات المكثفة على جبال كردستان ومناطق الدفاع المشروع واحتلال عفرين ومحاولة احتلال مناطقنا من تلتمل وغيرها. نعاهد قائدنا دماء شهدائنا شعبنا، سنواصل مسيرتنا لتحرير قائدنا جسديا. وارسال رسائل للعالم والمنظمات الدوليه وحركات التحرر بالوقوف الى جانب هذا الرجل بفك اسره. اكثر من 24 عاما مأسور اسر فكر، وليست جريمه وليست اعتقال، بل هي خطف لفكر الديمقراطي الانساني الاخلاقي الاجتماعي. نحن كمكونات المنطقه والعرب بشكل خاص نقول للعالم كفى، فهذا الرجل ليس بمجرما، انما ذو فكر تحرري ديمقراطي اجتماعي انساني اخلاقي. علينا جميعا والعالم وشرفاء العالم الوقوف الى جانب هذا الرجل بفك اسره. ونقول ايضا للدولة التركية، حقيقة طيلة 24 عام اعتقال لهذا الرجل او اختطاف لهذا الرجل لن تنولوا من فكره، بل توسع فكره، بل عم العالم والشرق الاوسط بشكل خاص وهو في زنزانته. لن تنولوا من هذا الرجل. هذا الرجل وقف مع شعوب المنطقة ذو النظرة المعتدلة لجميع المكونات والعربية بشكل خاص، وأكد لا يمكن أن يكون لمكون واحد وجود فقط، إنما جميع المكونات والأخص العربية والكردية. ونرفع أيدينا لفوق ونقول نقسم بالله أن نكون مخلصين لسوريا، نقسم بالله